اهلا بيكو، يا رب تكونوا بخير. لو انت عامله دايت وعايزه تاكلي اكل صحي كده وتحافظي على صحتك وصحه اولادك ونفسك في السمك المقلي، هخليكي تاكليه بنفس وطعم وجوده السمك المقلي في الزيت. بس بقى بمعلقه زيت زيتون واحده كده هيبقى صحي جدا، وكمان من غير اير فراير. يعني لو ما عندكيش اير فراير ما تحمليش هم خالص، هنعمله بكل سهوله وهيطلع مقرمش وتحفه، وطعمه كمان احلى من المقلي في الزيت. تابعيني بقى في الفيديو علشان نشوف الطريقة. يلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين شكل السمك بجد تحفة، ومعلقة زيت زيتون واحدة بس مش اكتر من كده. انا معايا سمكتين حجمهم كبير، طبعا منضفاهم حلو جدا وغسلهم غسلة حلوة قوي بالملح والدقيق والليمون. وانتي بتشتري السمك اهم حاجة يكون القشر بتاعه يكون جامد، مش مجرد ما تحطي ايديكي عليه كده تبصي تلاقيه وقع. والجلد بتاعه بيلمع زي ما انتوا شايفين كده، والعينين كمان لازم تكون بتلمع. هوريها لكم اهو، شايفين لازم تكون العين بتلمع كده. ولازم كمان لما تشميه تلاقي فيه ريحة البحر، ما تلاقيش فيه ريحة زفارة كده مش حلوة. لازم تشمي كده السمك وتلاقي فيه ريحة البحر، ريحة حلوة كده. ولما تضغطي عليه تلاقي اللحم بتاعه جامد، ما يكونش طري. دي العلامات اللي انت تشتري بيها السمك، يكون فعلا صابح، وكمان تكون الخياشيم حمرا. شايفين بقى انا نضفته تنظيفه كويسه، وقشرته، وكمان شلت الزعانف بتاعته وغسلته غسله حلوه بالدقيق والملح والليمون. دلوقتي بقى نبتدي نعمل التتبيله كده. انا جبت معلقه من الهريسه اللي انا عاملاها في البيت، وخدت كده 4 أو 5 فصوص من الثوم. انا مش هعمل تتبيله كبيره لان هم دول سمكتين بس. طبعا الكميه بتاعتك انتي مفيش اي مشكله. هرست كده الثوم بالهراسه، وحطيت عليهم بقى شويه كده من الملح والكمون وكمان الكزبره، وكمان هحط كده شوية من البابريكا وحاجة بسيطة كده من الكركم عشان عايزة لونه يبقى حلو. دي التوابل اللي انا هحطها، وهحط في الاخر بس حبة كده صغيرين من الشطة. وكمان جبت ليمونة كده عصرتها، طبعا الليمون مهم جدا، وشوية الشطة اللي قلتلكوا عليهم بالشكل ده. ومعلقة بقى من المستردة بتودي التتبيلة بتاعتك في حتة تانية خالص. وجبت كده كمان عودين كده من الكرفس وقطعتهم وحطيتهم على التتبيلة. لو موجود عندك هيبقى حلو قوي، مش موجود مفيش مشكلة. ممكن تحطي شبت وبقدونس، بس حاجة بسيطة مش كتير، بتدي ريحة حلوة بس. وبصراحة الكرفس مع الأسماك بيبقى تحفة. جبت بقى السمك بتاعي كده بعد ما غسلته غسلة حلوة ونضفته كمان. ابتديت بقى ان انا اقطعه، لان السمكية بتاعتي كبيرة، يعني تقريبا السمكية دي كيلو الا ربع. طبعا برضو الحجم بتاعك انت عايزة تجيبي صغير كبير، دي حاجة ترجع لك، بس عشان السمكية كبيرة انا قطعتها بالشكل ده. التقطيعة دي حلوة جدا عشان تقدري تدخلي التتبيلة كده في اللحم، ويكون اللحم بتاعك حي. اهو برضو دي حاجة اختياري، هو كده كده هيستوي ما تقلقوش خالص. خلاص كده بقى دلوقتي هبتدي ان انا اتبله. انا قلت لكم ان انا غسلته بالملح وكمان بالدقيق والليمون عشان تشيلي اي زفاره منه خالص. ولو السمك بتاعك طازه مش هتشمي فيه ريحه زفاره، هتشمي فيه ريحه البحر. هبتدي بقى اتبله كده، ولازم ادخل التتبيله في الفتحات اللي انا عملتها عشان تحيق السمك من جوه. اهو بالشكل ده. طبعا هدخل التتبيله من جوه، وهحطها كده عليه من بره وفي الراس وفي كل حته. اهو زي ما انتوا شايفين، من الناحية دي ومن الناحية دي ومن بطن ومن الراس ومن كل حاجة. لازم تتبليه تتبيلة كويسة جدا. شايفين التتبيلة بتاعتنا بجد يا جماعة تتاكل حاف. حلو قوي كده. خلاص كده بقى انا هسيبه نص ساعة بس مش اكتر، هسيبه في التتبيلة كده نص ساعة. ودلوقتي بقى هجيب الصينية بتاعتي اللي انا هدخل فيها السمك الفرن. حطيت فيها ورقة من الزبدة، بس اهم حاجة يا جماعة يكون النوع بتاع ورق الزبدة ما بيلزقش. ولو النوع اللي عندك بيلزق في الاكل يبقى ما تستخدميش ورق الزبدة خالص يا جماعة في الوصفة دي. هتجيبي ايه؟ هتجيبي صينية كده غير لاصقة، يعني تيفال، سيراميك، جرانيت، وتعملي فيها برضو هتديكي نتيجة حلوة قوي. جبت كده كيس بقى هتبل فيه السمك. حطيت فيه معلقتين من الدقيق، اي نوع دقيق انت تفضليه. انا استعملت دقيق الحبة الكاملة، عايزة تحطي شوفان دقيق الحبة الكاملة براحتك خالص. وحطيت عليه معلقة من النشا. معلقة النشا هتقرمشه وهتخليه جميل جدا. وحطيت عليه كمان شعرة كده من الكمون. مرضتش احط ملح تاني عشان السمك بتاعي حي. مهم جدا بقى ان انت تشيلي كل التتبيله كده من على وش السمكيه. خلاص هي اتبلت كويس، تشيلي بقى الثوم وتشيلي الهريسه اللي احنا حاطينها والخضره والكلام ده كله، تشيليها. وتبداي ان انت تدخلي السمكيه بتاعتك وتتبليها بالدقيق بالشكل ده. انا حطيتها كده في الكيس وهزتها هزه بسيطه، اتغطت كلها بالدقيق. حلو قوي كده. ودي التانية برضو هحطها كده بالشكل ده. وهجيب بقى معلقة واحدة من زيت الزيتون، ويمكن اقل كمان من معلقة واحدة، لان دول سمكتين مش اكتر. هم كبار، بس اقل من معلقة يا جماعة. وهديلها دهنة بسيطة كده بالفرشة عشان ما تاخدش زيت كتير.
انا بشوف ناس تحط كده ترمي عليه بالمعلقه، لا هي بالفرشه ادهني دهنه بسيطه كده من فوق ومن تحت، ودخليه الفرن على كده، هيطلع لك مقرمش ولونه حلو جدا وتحفه زي ما شفتوا اول الفيديو. طبعا عملته من الناحيه التانية برضو بنفس معلقه الزيت، ودخلته الفرن بقى على درجه حراره عاليه. اهم حاجه يكون الفرن سخن جدا وعلى درجه حراره عاليه، اعلى حاجه في الفرن، ما توطيش الفرن خالص. وطبعا بايد الشوايه، لو عندك اوبشن ان انت تقيدي فوق وتحت يبقى ايد الفرن من تحت، وكمان الشوايه هيطلع لك بالشكل ده. دي ارضيه السمكيه يا جماعه، شايفين شكلها متحمره ازاي؟ انا هوريكم دلوقتي برضو الارضيه، هقلب الناحيه التانية واحطها لكم برضو في طبق تاني واوريكم ارضيه السمك شكلها ايه. دي ورقه الزبده ما لزقش فيها اي حاجه لان النوع بتاعه ما بيلزقش. سامعين بقى القرمشه بتاعه السمك؟ مش طري ولا الكلام ده كله. شايفين بقى الصوت بتاع القرمشه؟ بجد يا جماعه تحفه جدا. وده الظهر بتاعه، الارضيه بتاعته اللي كان عليها مستوي عليها، شايفين لونه عامل ازاي؟ ومقرمش جدا، وطعمه بجد تحفه، مش هتقدري تفرقيه ابدا عن اللي مقلي في الزيت، بالعكس طعمه كمان احلى، وكفايه ان هو صحي ومفيش بقى الزيوت الكتير ولا القلي ولا الكلام ده كله. احنا في القناه هنا انا حابه ان انا اعلم ستات البيوت الاكل الصحي. انا بقالي سنين وسنين بعمل السمك بتاعي، لما بشتاق للسمك المقلي بحب اعمله كده. انا دايما بحب اكل السمك المشوي من غير اي زيت، وبرده في الصينيه بعمله من غير زيت ولا حاجه، لكن لما بشتاق للسمك المقلي بعمله بالشكل ده. بصوا بقى، في ناس ممكن تقولك لا ده ما استواش، بصوا بقى لحمه ابيض ومستوي ما فيهوش دم ولا اي حاجه، وطعمه تحفه ما فيهوش اي ميه وناشف كده. بجد الطريقه دي حلوه جدا وانا ولادي بيحبوها قوي. طريقته سهله وبسيطه، وعملناه بتتبيله كده تحفه. التتبيله بجد يا جماعه ودت الطعم كمان في حته تانية خالص. وقليناه كده بمعلقه زيت واحده ومن غير اير فراير ومن غير قلي ولا الكلام ده كله. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا باي باي، سلام.